سنة 1929 حصلت اشتباكات بين الشعب الفلسطيني والعصابات الصهيونية، وقبضت قوات الاحتلال البريطاني على عدد من الفلسطينيين وحطتهم في سجن مدينة عكا، وفي شهر يونيو 1930 أعدمت 3 منهم. وقتها الشاعر الفلسطيني نوح إبراهيم كتب أغنية جميلة اسمها من سجن عكا طلعت جنازة، نعى فيها الشهداء ال3 وخلت بطولاتهم، ودي كانت من أول الأغاني اللي اتعرفت بعد كده بأغاني المقاومة الفلسطينية. وقدم الفنانين الفلسطينيين عشرات من الأغاني اللي رددها الشعب كله بمختلف فئاته العمرية والفكرية وانتماءاته السياسية. وكان من أشهر اللي غنى الأغاني دي الفنان الفلسطيني المناضل الراحل حسين منذر مع فرقة العاشقين الفلسطينية. والحقيقة إن كتير من اللي قدموا أغاني عن القضية الفلسطينية مش فلسطينيين، زي محمد عبد الوهاب وأم كلثوم والشيخ إمام ومارسيل خليفة وجوليا بطرس وفيروز وعدلي فخري وماجدة الرومي وغيرهم كتير. وده بيأكد إن القضية مش قضية الفلسطينيين بس، دي قضية العرب الأولى وملايين من الأحرار في العالم كله.